ثاني كونسيبت اللي نهضروا عليه دابا كيفاش نعطوا يكون عندنا بزاف ديال السيليكتور ونعطيو كل سيليكتور بالضبط داكشي اللي بغينا. غنوريكم دابا واحد المثال. نكتبوا هنايا اش واحد مثلا اشرف حكيمي، نزيد واحد 4 العناوين، نكتب مثلا ليو ميسي، ندير هنا كريستيانو ممكن تكون خاطئة، ولكن المهم حنا بغينا نشوفوا الكونسيبت اللي غنقول لكم دابا. رونالدو هنا مثلا نكتب بيلي، نمشي نفتح جوجل كروم، نلقى ان هاد العناوين كاملين بالزرق وكبار. انا بغيت مثلا اشرف حكيمي يبقى بحال هكاك، واللي يولي بالاخضر والاحمر، تولي اشرف بالاخضر وحكيمي بالاحمر ياك، ومثلا ليو ميسي يكون بالزرق والاحمر، وكريستيانو مثلا رونالدو يولي بالابيض، وبيلي يولي مثلا بالصفر والخضر، مع العلم انهم كلهم اش واحد. هنا الحل كيكون اننا كل اش واحد كنعطوها كلاس مختلف على الاخرى. مثلا هنا اما كلاس اما اي دي. هنا مثلا نعطي كلاس بحال كنعطيهم سميه نعطيهم سميه بحال مثلا كنعطيهم سميه مختلفه عن اي اش اخرى. واش لا بغيت نعيط عليها نعطيها الكود. هنا كلاس واحد ديال اشرف حكيمي ندير اش، ندير اش. هذا الكلاس نسميه اختصار ديال اشرف، واش اختصار ديال حكيمي. هنا ليو ميسي نخدم بالاي دي، ما نخدمش بالكلاس. ونقول لكم شنو هو الفرق من بعد. هنا ندير اي دي، ندير ميسي مثلا، وكريستيانو رونالدو نخدم بالكلاس، ندير سي ار 7 مثلا. هنا بيلي نخدم بالاي دي، نعطيه بيلي نيت ياك. نجي للسي اس اس هنايا، نجي لهنا. بما ان اشرف حكيمي بغيت يكون بالاخضر ولا بالاحمر بما انه مغربي، ان نعيط على هاد اش ديال هاد الكلاس. بما اننا خدمنا بالكلاس في اشرف حكيمي، نجي هنا ندير نقطه في الكلاس. الا بغينا نعيطوا على الكلاس في سي اس اس اللي درناه في الاش تي ام ال، كندير نقطه وسميه الكلاس. هنا ندير اش نقطه اش، نفتح القوسين، ندير تكست ولا ندير كالر. قلنا كالر نديروه بالاحمر ريد. نجو لميسي هنايا. بما ان ميسي بغينا يكون بالزرق مثلا، وخدمنا حنا بالاي دي. الا بغيت تعيط على الاي دي ما كديرش نقطه كما الكلاس، كدير ديز. حنا كتبنا الاي دي سميتو ميسي، يعني نعيطوا على ميسي. ندير بين قوسين color blue. هنا مثلا بغينا نخدمو بالزرق. بالنسبه للاش ديال كريستيانو رونالدو خدمنا بالكلاس، سميناه سي ار 7. نشد هاد السي ار 7 ندير لها كوبي، نجي هنا لتحت ندير نقطه. بما انه كلاس ندير نقطه، نكتب ديك السي ار 7، نفتح الاقواس، ندير color وايت مثلا ياك. كاينه واحد النقطه هنايا بالنسبه للالوان. كاينين بزاف ديال الطرق في الكالر كيفاش دير شي كالر. اما دير الكود ديالو، مثلا كدير ديز اف اف اف. حنا بغينا بالابيض، والابيض في هذا الكود كيكون اف اف اف. اما نعيطوا عليه بالسميه ديالو اللي هي وايت. اما نعيطوا عليه بالار جي بي اللي هو الاختصار ديال ريد جرين بلو. المهم نفس النتيجه. هنا ملاحظه ان الالوان يمكن لينا نكتبوهم بطرق مختلفه. كاين حتى الاش اس ال. ما عليناش نرجعوا للبيلي
بما اننا خدمنا بالاي دي ديال في البيلي، مثال ديال بيلي، غنجيو هنا غنديرو نكتبو بيلي، نفتحو الاقواس، غنديرو كالر خضر. غنفتحو جوجل كروم، غنشوفو النتيجه. اشرف حكيمي بالاحمر، ليو ميسي بالازرق، كريستيانو رونالدو بالابيض. بما ان الباك جراوند بالابيض ما بانش، وبيلي درنا حنا بالاخضر الفاتح. يعني الكلاسز والاي ديز كيخلوني ندير ستايلين مختلف بزاف ديال السيليكتور كما بغيت انا. يعني بغيت انا الاش الاولى تكون بواحد الطريقه، ندير ديك الطريقه اللي بغيت. اش الثانيه تكون مختلفه على الاولى. هنا فين كتجي الكلاسز والاي ديز كيعاونوني ندير اللي بغيت في اي سيليكتور كما كان. وبالنسبه اننا بغينا نغيروا الباك جراوند ديال المحتوى، غنرجعوا ل HTML. بما ان هادشي كامل هاد الاشات هاد الربعه كاينين وسط البادي، يعني الباك جراوند ديك البيضه راه ديال البادي. حتى البادي يمكن لك تعيط عليه. البادي بما انه ماشي كلاس ماشي اي دي، ما كدير لا نقطه لا ديز، كتكتب بادي نيشان كيطلع لك هنا، كدير بين قوسين نديرو باك جراوند كالر، يعني اللون ديال الخلفيه. نختار مثلا كحل في هذا المثال واش يبان لينا البيض ديال كريستيانو رونالدو. هاي كريستيانو رونالدو بانت بالابيض، حيت اصلا درنا ليها حنا كالر بالابيض. هنا هضرنا على الكونسيبت ديال الكلاسز والاي ديز. انا عارف ان هادشي كيبان في الاول ما مفهومش وما واضحش مزيان، ولكن بكثره البراكتيس وعاود الفيديو ووقفو، دير داكشي انت راسك، كتب الكود، يجيك داكشي من بعد ساهل. خاصك تعرف ثلاثه الحوايج. بما ان CSS كتعيط عليه بثلاثه الطرق، اللي هي اما نعيطوا عليه من ورقه خارجيه اللي هي في هذا المثال apps.css، اما نكتبوه هنايا تحت التايتل بين ستايلز، اما نكتبوه في وسط السيليكتور. مثلا هنا كنديروا ستايل، كنديروا داكشي اللي بغينا. ولكن احسن براكتيس في بالنسبه للسي اس اس اننا نعيطوا ليه من الورقه الخارجيه، واش ما يخسرش لينا الكود ديال HTML، واش ما يكونش داكشي اوفر شارج. ثاني حاجه، كيفاش كنديروا لبغينا نعيطوا على شي سيليكتور، اما نخدموا بالكلاسز اما نخدموا بالاي دي. الفرق بين الكلاسز والاي دي ان الكلاسز كدير نقطه عاد كتكتب سميه الكلاس، والاي ديز كدير ديز هي عاد كدير الكلمه ديالها السميه ديالها. ثالث حاجه، كيفاش كدير البروبرتي، كيفاش كتعطيها قيمه. قلنا كنعيطوا على الكلاس ولا الاي دي ولا داك السيليكتور الا كان بادي ولا اش واحد ولا سيكشن، وكندير البروبرتي في هذا المثال باك جراوند كالر ولا كالر، وكنعطيها القيمه هنا فاليو ديالها هي بلاك. هادو هما الثلاثه الاشياء اللي خاصك تفهم في السي اس اس، ومن بعد يجيك داكشي كامل ساهل.